ليه الايفون سعره هيزيد من $1000 الى 2200 حتى $2500؟ بحسبه بسيطه بعيدا عن كلكعه الاقتصاد. هو سعره دلوقتي زي ما انت شايف كده على موقع ابل، ادي الايفون 16 برو ب $1000. طبعا من 3 ايام بالظبط ترامب اعلن ان الرسوم على الواردات الصينيه الى امريكا هتكون نسبتها 125%، وبعد كده راح مزودها ل 145%. طبعا الايفون وهو جاي من الصين الى امريكا بيعامل معامله منتج صيني، وبيتصنع منه بس حوالي 4 او 5% من مكوناته جوه امريكا. فانت لما تضرب ال $1000 في ال 145% هيعمل حوالي 2450، تشيل منهم ال 4 ل 5% المكونات الامريكيه اللي جوه التليفون، يبقى يعمل سعره حوالي $2400. طب هتقول لي انا كمتداول ده يفرق معايا في ايه؟ حضرتك كمتداول لازم تتعلم من ضمن قسم التحليل الاساسي الدنيا ماشيه ازاي بين الدول وبعضها، وايه الرسوم الجمركيه، والدول اللي انت شغال على عملتها يا ترى عندها عجز ولا فائض تجاري في معاملاتها مع الدول الاخرى.